في الفيديو الاخير اللي انا نزلته واتكلمت عن مهاره انشاء الانظمه، المهاره اللي على اساسها هتقدر توصل لاهدافك وتحقق نجاحات، اللي هي اصلا اساس الانضباط والاستمراريه. وقلت ان الفيديو الجاي اللي هو الفيديو الحالي هعرفكم ازاي تعملوا انظمه، وانا بتكلم على انظمه بالشكل ده. انظمه ممكن من خلالها تعرف انت واقف فين، رايح لفين، هل انت ماشي صح، هل انت كل يوم بتتقدم بتكون احسن، ولا وضعك بيكون اسوأ. وطبعا اللي مش فاهم ممكن افهمك اكتر. لو انت بصيت للسنه اللي فاتت سنه 24، ممكن تكون حددت اهداف خلال كل شهر خلال السنه لازم تعمل حاجات معينه عشان في اخر السنه تحقق حاجه نفسك فيها. ولكن لقيت نفسك انك انت في اخر الشهر الاول محققتش اللي المفروض يخلص، بحيث انك ممكن خلصت 25%، الاسبوع التاني تراكم على الشهر التاني تراكم اللي كان قبل كده على اللي بعد كده، وهكذا وصلت اخر السنه جالك الإحباط اللي كان بيجي لي، لأن أنا كنت في نفس الوضع اللي كده ودورت على الحل. وحاليا أنت ممكن عامل أهداف علشان تحقق خلال السنة دي، وعايز ممكن ما يحصلش اللي حصل معاك السنة اللي فاتت يحصل معاك السنة دي. فأنا ممكن أنا كنت في نفس الوضع لحد ما أنا طبعا في الفترة الأخيرة كنت بقرأ كتير وكنت بحاول أشوف حل للمشكلة دي. ولقيت طبعا إن الناس الناجحة عندهم أنظمة بيمشوا عليها على حسب وضعهم، على حسب وقتهم، على حسب دنيتهم. وانا بالنسبه ليا في الفيديو ده هعرفكم طبعا النظام ده شخصي بالنسبه ليا، ممكن تستخدموه عادي. هسيب لكم الرابط بتاعه بحيث انك ممكن تعدل في اي حاجه في الجزء ده. طبعا انا ضايف حاجات الارقام ده فهمكم ايه لازمتها. وحاجه تاني انت ركز هعمل ورقه زي دي كده. طبعا لو احنا نرجع تاني هنا، دي ورقه تتبع الاعداد. الورق اللي زي كده اللي هو الجاهز اللي زي كده هتلاقوه بي دي اف، برضه اسيب لكم رابط ليه بحيث انك لو انت عايز تطبع من غير ما تعملها. وانا هعمل ورقه وانا اعمل حاجه زي كده اوريكم ممكن تعملوها ازاي. ده طبعا ابسط نظام ممكن تعمله تتبع مثلا الاعداد العاديه. ولكن لو احنا بنتكلم عن نظام ممكن اكثر تعقيدا للاسبوع فيكون بالشكل ده. احنا في الاول هنمشي في خلاله، وركز في طريقه تفكيري، ما تركزش في النظام بحد ذاته، بحيث ان على اساس التفكير هتطبق. يعني خد أنا فكرت ازاي علشان اعمل حاجه زي كده، وبص ليومك لوقتك لدنيتك لاهدافك، وفكر بنفس الشكل. بكل بساطه اول حاجه طبعا بتاخدها اسبوع. لو احنا بصينا، اول حاجه بص، اول حاجه جيب الاسبوع 7 ايام. تمام تمام. هنبص لكل يوم ايه الحاجات اللي انت بتعملها. طبعا بالنسبه ليا انا الوضع كان مختلف شويه، بحيث ان انا فضيت اسبوع كله بحيث ان أنا وقفت شغل. وبالنسبه للجامعه عندي بروح امتحن وانجح بس، بحيث ان الكليه اللي انا فيها مش هتوصلني للاهداف اللي انا عايز اوصل لها. فالكده واخد القرار ده، فانا سايب الاسبوع كله للحاجه اللي انا شغال عليها والهدف اللي انا عايز اوصل له. ده بالنسبه لي، فعلى اساس كده ال7 ايام مستغلهم. لكن انت بالنسبه ليك هتمسك مثلا اليوم، عدد الساعات الفاضيه وعدد الساعات المجبر تعملها، الحاجات اللي انت مجبر تعملها. وكل يوم تعمل نفس الموضوع كده لحد ما تقيم ال... الاسبوع بتاعك كله بشكل كامل انت فاضي قد كيف فيه. بعدين هنبدأ للنقطة التانية، انك بتمسك كل يوم تخططه على اساس ساعات الفراغ بتاعتك. طبعا انت حاول تقسمها فترتين، فترة انا بالنسبة لي بسميها فترة العمل الجاد، وفترة ممكن اللي هو عادي اللي هو النشاطات الزيادة، بحيث ان انا ولنفرض انا عايز اوصل في الذكاء الاصطناعي لمستوى مرموق مش مجرد مستوى عادي. فانا سألت حد كان جاي من امريكا في ايفنت من الايفنتات، وهو اصلا نابغه في الذكاء الاصطناعي. فقال لي لو انت عايز توصل لمستوى عالي عالي اللي هو بمعنى الكلمه لازم تهتم بالرياضيات. لكده انا شغال على الحاجتين دول، بطورهم في نفسي. المهم فبكل بساطه هتيجي بقى لليوم. فتره العمل بالنسبه ليا اساسيه كل يوم 8 ساعات، اكنك انا شغال في شركه بس شغال شركه نفسي على نفسي اللي هو انا كشخص اللي هو من جوه. فبكل بساطه 8 ساعات بقسمهم بالشكل اللي انتم شايفينه. ساعه رياضه كده عشان ما افصلش، ما يكونش في مده زمنيه كبيره وقت ما انا افكر ان انا ارجع لها تاني مثلا يكون سهل. وانا ما انا شفت الحاجات دي امبارح حتى لو مده صغيره هشرح لكم الجزء دي فايدتها ايه، بس خلينا نركز في النظام. بعد كده النظام بيستمر بيتبدل، ساعة رياضة الباقي برمجة، ساعة برمجة مرجع على اللي قبل كده، الباقي رياضة، وشغالين على الأساس ده. على أساس الجزء ده كان ان انا في البداية طبعا ممكن حد يفكر بالتفكير ده،
ان هو هيقسم الحاجتين لو انت طبعا بتعمل حاجتين مرتبطين ببعض 4 ساعات و4 ساعات. ولكن لاحظت ان النظام ده مش احسن حاجة بالنسبة ليا، علشان بالنسبة للرياضة وبالنسبة للبرمجة بيعتمدوا على المخ. تمام. فأنا وقت ما باجي نفس الجزء ده كله وبروح أحاول أعمل أبدل للبرمجة، الوضع ما بيكونش أحسن حاجة إن أنا أستمر في حاجة تانية جديدة في خلال نفس المدة، يعني الاستمرارية. فطلع الوضع ده. تمام. بالنسبة طبعا لبعد كده لازم نوم، لأن أنا أصلا بنام 6 ساعات، بصحى الساعة 5، بنام الساعة 10. فهنا بتكون فترة بنام فيها ساعة ونص أو ساعتين. بعد كده فترة القراءة، نشاط مرتبط بالحاجات اللي أنا بحبها، اللي ممكن ما تكونش مهمة بالنسبة لي زي الجزء ده. بعدين بقيم الوضع بشكل كامل. وبعدين طبعا وقت الاستمتاع ده اللي هو استمتاع من اسمه، وأجل التمارين. بعدين ما قبل النوم بعمل أي حاجة بعيدة عن الشاشات والكلام ده عشان أعرف أنام وبس. ده يعتبر كل 6 أيام باستثناء اليوم الأخير. اليوم الأخير بيكون بكل بساطة برضو ساعة برمجة وساعة رياضة، مش طبعا معظم اليوم، لأن هو ده اليوم اللي يعتبر راحة بالنسبة لي، بس عشان ما افصلش بحيث ان لما اجي يوم السبت ما يكونش في فضاء. دي حاجة علمية باختصار كده. لو انت عايز تطور نفسك في حاجة، خاصة الحاجات الذهنية، برمجة، رياضة، أي حاجة بتعتمد على المخ، حاول حتى كل، يعني أنا مثلا بعد الشغل والرياضة الكتير ده أنا مش هقعد غير ساعة تاني يوم. أنت ممكن نص ساعة، ممكن ربع ساعة، بس في نفس الوقت علشان ما تجيش اليوم اللي بعده ما يكونش اليوم اللي قبليه ما عملتش أي حاجة مرتبطة بالحاجة اللي أنت بتعملها دلوقتي، فتحس إنك فاصل. لكن وقت ما أنا أعمل الساعة دي، وقت ما أنا هعيد من أول وجديد، هحس إن أنا إيه الحاجات دي أنا امبارح، فالاتصال هيكون أسرع يعني. المهم بعد كده بخش بقى في مراجعة وتحليل الأسبوع والتخطيط القادم. يعني حتى من المسمى بكل بساطة أنت لازم تقيم نفسك. وهنا بتيجي لنقطة الأرقام. الأرقام اللي أنت شايفها دي هتلاقي إن كل ساعة تحتها من 1 ل4، وده تقييم الساعة. بحيث إن أنا مثلا نفرض الساعة دي أنا اندمجت في الرياضيات وسرحت في الساعة كلها. كان مش سرحت لا، اللي هو انسجمت لحد ما الساعة خلصت بشكل كامل واستفدت منها، فهدي نفسي 4. قمت عملت كوباية شاي، فردت ظهري شوية، اتحركت وهكذا هدي نفسي مثلا 3 ربع ساعة. طبعا خلصت نص الوقت، بس هيبقى ايه من الساعة هتبقى 2. هي كل رقم، كل نقطة يعني هنا ربع، نص ساعة إلا ربع، الساعة بالنسبة لكل الساعات. انت بتمشي بقى على النظام ده من اول هنا لحد هنا. يعني حتى انت بتقيم الروتين بتاعك، هل انت استفدت من الروتين بتاعك كامل؟ انا بالنسبه لي روتيني ممكن يكون بعمل تمرين جري شويه على السلم عشان مش هينفع اجري في الشارع. وفي نفس الوقت يعني بسترخي شويه وبفكر في اليوم، واللي هو يعني فاهم، بفكر بتامل في الحاجات اللي انا عايز اوصل لها بحيث انها تشحن لي طاقه اكتر يعني. وعدد مجموع بعدين بقى هنا لو ربطناها باليوم الاخير، مجموع الأربعات دول لو أنت بيرفكت هتلاقيهم 504 نقطة. دي المفروض إنك أنت بعد ما أنت بتوصل ليوم الجمعة هنا بتجمع كل الأرقام دي، وبتجيب طبعا الأرقام اللي أنت جبتها، وبكل بساطة تقسم الرقم اللي أنت جبته أيا يكن على 400، قصدي 504، وتضربهم في 100 هيطلع لك نسبة مئوية. دي تقييما كده، ده تقييم شامل على الأسبوع بتاعك. ده بيبقى مفيد علشان الأسبوع اللي بعده بعد ما تخلصه برضه تعمل نفس التقييم، تشوف هل أنت زدت هل أنت قليت. وممكن برضه تعمل التقييمات دي بشكل منفصل، بمعنى أنا ممكن آخد البرمجة بس واشوف انا جبت كام في البرمجه في كل الساعات بتاعتها، بحيث ان اشوف هل انا مهتم. تمام. فبكل بساطه الجزء البسيط بتاع الارقام اللي موجود ده هيخليك تقيم كل ساعه بشكل منفصل، وفي نفس الوقت هيخليك تقيم كل نشاط في النشاط الاسبوع بشكل منفصل، بحيث ان انا لو عايز اشوف انا متطور في البرمجه كانتاجيه او في الرياضه او في القراءه، هيكون على اساس جمع الارقام وهكذا. يعني ولنفرض ده مثلا لو يوم واحد هيبقى عندك هنا 12. فلو جبت مثلا هنا 2 على 2 هيبقى تقريبا 30%، او او تلت بس المحصلة اللي المفروض كنت اجيبها، وهكذا. المهم بعدين بعد ما بعمل الجزء ده بشوف هل في تعديل. زي ما انتوا شفتوا انا عدلت من الجدول الاولاني للجدول ده عن النظام اللي انا اتكلمت فيه. تمام.
فانا كانت نتيجة ان انا اخر الاسبوع قيمته لقيت نفس الموضوع المتعب فعدلت. فانت هنا بتعدل على اساس الوضع بشكل شامل، وبتخطط الاسبوع الجاي هتعمل ايه فيه او الحاجات اللي المفروض تخلصها. وبعدين طبعا الصلاة، وبعدين بقية اليوم بقى براحتي، يعني بقية اليوم بوقت استمتاع كبير بقى بعمل اللي انا كان نفسي اعمله خلال الاسبوع كله بحوشه، وبتفضل شغال زي كده. طبعا ده بالنسبة للمسار اللي بتمشي فيه في تحديد أهدافك. طبعا هنا على أساس الجزء ده، ولنفرض أنت أنا مثلا ماسك الكتاب ده اللي هو يعتبر كورس بايثون بس مكثف، الأساسيات، وفيه تقريبا 9 مشاريع فيه. فأنا مثلا مخطط إن أنا في خلال أسبوعين هخلص الجزء الأولاني من الكتاب كتطبيق عملي وفهم. الجزء التاني اللي هو الجزء التاني من الشهر اللي هو الأسبوعين اللي آخر الشهر ده هيبقى حامل فيهم ال9 مشاريع. تمام، فأنت بتمشي كده، فبحيث إن أنا بعد ما الجزء ده هبقى وصلت لمستوى في بايثون كويس. بالنسبة للرياضيات عندي ببص بقى تقييمي للوصول والحركة بتكون على أساس الكتب، حلاوة الكتب في كده. أو ممكن أنت تشترك في كورس أونلاين ونفس الموضوع. بالنسبة أنا أخلص النهاردة في قائمة التشغيل بتاع اليوتيوب دي 10 فيديوهات في الأسبوع ده أكون فاهمهم، بعد كده كذا. فعلى أساس أصلا الحاجات الصغيرة دي بتبدأ من خلالها إنك تعرف أصلا أنت هتقعد مدة قد كيف عشان توصل لهدفك، وناقص مدة قد كيف عشان توصل لهدفك لو فضلت مستمر. فحلاوة التقييم بيكون على أساس كده. نيجي بقى لنقطة إن أنت لو فكرت تعمل حاجة زي كده، أنا قلت إن ده هسيبه لكم تعملوا فيه براحتكم، ولكن خلينا ندي نبذة بسيطة كده عن إن أنا لو عايز أعمل جدول أعداد زي بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده هعمل إيه. طبعا هو بكل بساطة هو ما كانش بالشكل ده، ولكن إحنا عشان هندي نعمل كده. لو عملنا كده، اعمل كده. طبعا هو انا عارف ان نفسه، بس انا اعمل كده. لو جبنا جدول من الاول هيجي معاك بالشكل ده. فبكل بساطة ممكن اول حاجة لازم تعملها هتضغط على 3 نقاط وتجيب كده عشان الورقة تكون من هنا وبس. بعدين طبعا احنا عايزين هنسيب ده عشان نكتب التاريخ. ممكن نجيب ده عشان برضو هنا يبقى في مسافة، المسافة الصغيرة اللي انتوا شفتوها في اللي كان قبل ده كده. المهم هنعمل بكل بساطة، احنا عايزين اللي تحت العادات يبقى نخليها في الأول، نخليها وهنا اليوم. طبعا الأمور تمام، العادة بتتكتب هنا والأيام. اليوم طبعا هيبقى من 1 ل30 بالشكل ده. وبس في مشكلة هتقابلكم إن بكل بساطة طبعا أنت ممكن تختصر لو أنت حددتهم كلهم وجيت هنا وليد دي كده وشديت هيجي معاك ايه لحد زد. بس دي المشكلة ان انت انا مش عارف الطريقة اللي ممكن تخليني اكمل، بس انا بعمل حتة كده اللي هو تشغيل دماغ. بنسخهم بحط هنا المفروض هنا من 1 ل24 بما ان انا نسخت كل الارقام. فلو عملت كده هيجيب لي الباقيين يعني. فانا بروح ماسحهم، وبروح ماسك الاتنين دول برضو. 29 31. بعدين بقى المفروض يعني فاهم ان انا بمسك كل واحدة وبضغط على الحتة دي بحيث ان ايه البتاعة ايه تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه دي. لحد كده المفروض تمام. نرجع تاني بقى للحوار ده بعد ما انا عملت كل ده. خلينا نرجع. ماشي تمام تمام. لحد الامور لحد تمام لحد كده الامور واضحه. بالنسبه لحوار الالوان، انا طبعا الالوان لو انت عايز تعمل اطار خلينا نغير اللون كله بتاع ماشي. هنحدد من هنا لهنا، وبكل بساطه الالوان بتيجي من هنا. انا ممكن خلينا نغير الموضوع نخليه برتقاني، نخليه نفس الدرجه. ولو ضغطنا على الجزء ده كده ده الإطار اللي بتاع الجدول. تمام، وخلينا لحد كده تمام. عايزين نعمل بتاع الأعداد أتقل بنفس الموضوع. هنيجي مثلا هنا نخليها كده، هنا هنخليها أخف شوية، خليها كده. ونفس الموضوع هيكون هنا. بعدين بنعمل كده. هو طبعا انت الجدول حاول تخلي الالوان بتاعته براحتك يا، بس انا فاهم. فانا هنا هيكون بنفس الدرجه، انا عايزه يكون اخف شويه. هضغط على الزائد علشان يجيب لي اللون اللي انا كنت اصلا عامله.
اعتبارا كده عملت الجدول. في جزء هنا ثانية. لا. بس كده انا عملت الجدول. طبعا انت ممكن تعمل حاجات تانية. انت ممكن تكتب اسم العادة، وفي حاجة ممكن تعملها اللي هي الحالة. يعني مثلا لو عايز هنعمل اكنك الصح هو واحد، تمام، هنخليها وحايد. لكن لو انا عملت صفر، انا عايز مثلا اللون ده يتقلب لون مختلف، تمام. فبكل بساطة ممكن ندوس هنا، هتدوس على كلمة التنسيق، وتنسيق بشرط. وتدوس هي دي واحدة دي، هندوس كده وندوس يبقى لو احنا أكبر خليها يساوي واحد، يبقى التنسيق هيساوي اللي هو الأخضر ده، تمام. ونروح حاطين برضو حالة تاني يساوي زيرو، نخليه أحمر بالشكل ده. لا دي هيكون تقيل، فخليها بالشكل ده. فبكل بساطة احنا ممكن كمان نروح عاملين بقى، لو انا عملت كده فانا كده حرفيا الحالة دي هتطبق على كله. لو انا عملت واحد المفروض هيقلب اخضر، لو انا عملت زيرو المفروض هيقلب احمر، تمام. بقت كله كده. فانا مثلا هنا اكتب العادة بتاعتي، واقعد اقيم بقى انا النهارده عملت كذا، تمام، وهكذا بقى. فده، او ممكن كمان انا مش عارف ممكن تحصل ولا لا، بس انا هجرب اعمل معاكم حاجة تانية. لو احنا خلينا الاخضر، خدت بالك من حاجة؟ عشان اصلا هم كلهم فاضيين، فاعتقد دي مش هينفع. اصلا كنت عايز اعمل مسافة، بس مش مهم. عشان كيس كنترول زد. مظبوط كده. فبكل بساطة انت ممكن تعمل الجدول بالشكل اللي انت عايزه ده، مثلا جدول الاعداد، وتستمر بقى وهكذا. انت اظن انت شفتوا المثال الاولاني عن الجدول، والمثال التاني طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا الدمج ما بين المربعات بيبقى عامل كده، وبتدوس على دي. راحت فين دي؟ لو انت عايز تدمج دول مع بعض ممكن تدمج ده ككل. وطبعا ده هو اللي انا اصلا عملت بيه الجدول ده. يعني اصلا دول لو انا عملت كده، خلينا ننزل ده عشان ما يبوظوش. ورحت ده بتاع المراقب مش الاساسي. هنا ده الاساسي، لا ده المشاهد. لو احنا مثلا جينا هنا ورحت انا ضغطت على ده، هتلاقي المربعات الاصليه بتاع اللي هو الجدول، بس انا دايما طبعا في بعض. فانت ممكن تلعب براحتك في الحاجات دي وتعملها. وبس بالنسبه لاخر حاجه، انا مش عارف انا قلتها ولا لا، ولكن لو انت عايز انا اسيب الجدول بتاع الاعداد ده، خلينا ندوس بالحاله بتاعته. جدول العادات والجدول الخاص بالاسبوع هسيب الرابطين بتاعهم، على لو انت عايز تستخدمه هتدوس على كلمة ملف او كلمة فايل، وتدوس كلمة انشاء نسخة. هتلاقيه عندك على الموبايل او على الكمبيوتر، وتلعب فيه براحتك. وما تقلقوش هعدل الحاجة اللي انا عملتها دي لو انت عايز تستخدمه بشكل مباشر. وبس. سلام.